طيب وانا ماشي في الشارع لقيت عربيه سندوتشات مكتوب عليها ان سندوتش الكريمه بالعسل ب 3 جنيه ونص. الاغرب بقى هو اسعار باقي السندوتشات عنده. يعني انت متخيل ان السندوتش ده بكميه الجبنات دي ب 8 جنيه، اللي هو انا تقريبا لو قلت للراجل اللي اتوصل يكتب المحل باسمي. او مثلا سندوتش الفاهيتا اللي بالمناسبه كان رايق قوي ب 4 جنيه، ولا سندوتش صدق اللي هو انا لحد دلوقتي مش عارف اصلا ازاي كان بيبيعه ب 6 جنيه. بس بالنسبه لي كان اكتر واحد عجبني في سندوتشات الحلو. فكك بقى من كل اللي فات ويلا بينا على سندوتشاتي المفضله وهي الحلو. وطبعا بدات اول حاجه بالكريمه بالعسل اللي انا اصلا عامل الفيديو عشانه، والصراحه السندوتش كان مخدوم قوي وطعم العسل مستخدمينه ابن ناس، وهو ده بقى اللي شجعنا اخش على سندوتش مشكل حلو بقلب جامد. وده مبدئيا ب 5 جنيه بس، خد مني بقى ده بيتكون من كريمه فوقها حلاوه متغرقه عسل من لزلزه مربى. اما بقى لو انت كيف شوكولاته زي حالاتي فاضرب لك واحد ديناميت اوريو هيلحوس لك الدنيا بس هيعجبك قوي. وطبعا ما رضيتش امشي من عنده غير لما اجرب اغلى سندوتش عنده في منيو، ويا ريتني ما جربته. بركان ممنوعات يا صاحبي. فمن الاخر الصراحه انا اتفاجئت من الكواليتي اللي ممكن مكان بسيط زي ده يكون بيقدمها، بس انصحكم كلكم تجربوه. والعربيه دي اسمها سندوتشات ابو سيف، وهو موجود في المنظره في الشارع الرئيسي قبل السكه الحديد.